لما واحد من حيتان العنبر بيبلع اخطبوط، الاخطبوط وهو في بطنه بيستعمل المجسات بتاعته عشان يسبب له جروح بما فيهم المنقار اللي بيكون موجود عند الاخطبوط. فبعد ما الحوت بيخلص منه وبيهضمه بيتبقى الحته بتاعه المنقار زي ما هي، فعشان ما تعملش جروح اكتر في بطنه بتبدا البطن انها تغلفها بماده لزجه، وفي الاخر بتخرج مع الفضلات وبتطلع تعوم على وش الميه. بتفضل بقى في البحر لمده شهور وممكن سنين، بتبدا انها تتحجر وتتجمد وبيطلع منها ريحه وحشه جدا، وممكن بعد فتره تنزل على شط. فلو انت ماشي على الشاطئ ولقيتها قدامك ما تقرفش منها، لان الماده دي بتساوي الاف الدولارات. وده لان انت لو اخدتها وبعتها لمحل عطور هياخدها منك، وده لانها بتستخدم في صناعه العطور الفاخره. هو ممكن بعد ما بني ادم يموت نعيد احيائه تاني؟ لو افترضنا دلوقتي ان انت مت، هيجيبوا الجثه بتاعتك وهيحطوها في تلج لحد ما تسقع، وبعدين هيبتدوا ان هم يسحبوا الدم كله من جسمك ويبدلوه بسائل تاني بيمنع الاعضاء بتاعتك ان يحصل لها اي نوع من التلف بسبب درجه الحراره المنخفضه. وبعد ما يعملوا العمليه دي ويبردوا درجه حراره جسمك لاقل درجه ممكنه، هيحطوك في كبسوله بيكون فيها نيتروجين مسال، وده عشان يحفظوها لحد ما العلماء في المستقبل هيبتكروا طريقه تانية يقدروا ان هم يعيدوا احيائك بيها. في ناس تانية مش عايزين يحفظوا جسمهم كله، ولكنهم هيحفظوا راسهم بس، عشان في المستقبل العلماء يقدروا ان هم ياخدوا الوعي بتاعهم من دماغهم وينقلوه لجسم روبوت. طبعا في دول كتير محرمه النوع ده من الابحاث، ولكن في دول تانية بتسمح بعمله على الحيوانات. تفتكروا بقى هينجحوا في حاجه زي كده ولا لا؟ لما انت بتشغل مخك شويه وتقعد تفكر، الخلايا بتاعه التفكير بتولد حوالي 1 ملي فولت. طبعا ده رقم قليل جدا ان احنا نعتبره حتى كهرباء، ولكن بقى في لحظه ما لو احنا اعتبرنا ان كل الخلايا اللي في المخ شغاله وجمعنا كل الكهرباء بتاعتها وبشكل ما قدرنا ان احنا نوصلها، فهيطلع لنا ان المخ بيولد حوالي 20 فولت. ولو احنا بقى قدرنا بطريقه ما ان احنا نوصل دويل بلمبه فينوس مثلا، اللمبه هتنور، وده لان ال 20 واط هتكون كافيه جدا انها تشغلها لك. الموضوع ده لما انا قعدت فكرت فيه شويه اكتشفت انه مرعب، لان ده معناه اللي احنا شفناه في فيلم ذا ماتريكس ممكن يتطبق على ارض الواقع، وان الذكاء الاصطناعي بعد ما يسيطر على العالم وما يلاقيش عنده مصادر طاقه يحط البشر جوه كبسولات ويستعمل الطاقه اللي اجسامهم بتولدها كمصدر طاقه ليه. لو عايزه يتقال عليك ان الجميله في الصين، فانت لازم تعملي ده. هيجيبوا رجليك هيحطوها في ميه ومعاها اعشاب، ولما تطلع هيقصوا الضوافر، وبعدين هيمسكوا الرجل ويبتروا ان هم يتنوها من ناحيه الصوابع، يتنوها لحد ما الصوابع هتتكسر، وده هيخلق زي فتحه صغيره او شق نصين موجود في وسط الرجل عند البطن. بعدين الرجل هتتجف في شاش وهتتلف بحبال عشان يحافظوا على شكلها بالمنظر ده، وكل كام يوم هيفكوا الشاش والحبال ويغسلوا الرجل وينضفوها ويرجعوا يلفوها تاني. مره مع مره الرجل هتبتدي انها شكلها تتغير لحد ما تتكون معانا رجل صغيره بالمنظر ده، ودي كانت زمان من علامات الجمال في الصين.